يا مساء الخيرات عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. تعالوا النهارده هنعمل النوتيلا الاسكندراني، اللي هي الحلبة المعقودة او المفتقة زي ما في بعض الناس بيقولوا عليها. احنا اسكندرانية بنسميها حلبة معقودة. تمام، يلا بينا هوريكم الخطوات بتاعتها، بس اهم حاجة تابعوني الفيديو كله عشان ما يفوتكوش اي تفصيلة والوصفة تبوظ منكم. دي مهمة جدا، في تركات فيها مهمة جدا جدا. ويلا بينا نشوف ايه المكونات بتاعتها. اول حاجه مكونات الحلبه بتاعتنا 2 كيلو من العسل. انا هعمل 2 كيلو من العسل، بس اهم حاجه العسل يكون تقيل وحلو ونقي، تمام، مش خفيف. كوبايه الا ربع كده من الزيت مع حلبه ودقيق وسمسم ابيض وسوداني. ممكن تستخدمي سمسم متحمص، وهقولك واحنا شغالين نستخدمه ازاي. لو هتستخدمي سمسم محمص، انا استخدمت الابيض عشان هحمصه في الزيت. تمام. اهم حاجه كميه الحلبه والدقيق نلتزم بيها، وهكتب لكم كمان المعايير بالظبط في صندوق الوصف علشان تقدروا ترجعوا له في اي وقت. انا جبت كده كوبايه الزيت، نزلت بيها الاول وحطيت عليها السمسم، كميه السمسم اللي انت حباها. انا بحب اكتر سمسم وسوداني عشان الاولاد يتغذوا بيه. حطيت تمن سمسم وربع سوداني. السمسم كان ابيض عشان هحمصه في الزيت زي ما انتم شايفين. بالنسبه للدقيق، الكيلو عسل عليه معلقتين دقيق. انا استخدمت 2 كيلو عسل، يبقى 4 معالق دقيق. طبعا انا مجريه الفيديو عشان الوقت، بس ما بين كل تحميصه حاجه وحاجه بتاخد دقيقه على النار تتحمص ما عدا الحلبه. حمصت الدقيق والسوداني والسمسم، نزلت ب4 معالق من الحلبه، برضو الكيلو عليه معلقتين حلبه مطحونه ناعم. ويا دوبك بس كده تحميصه لمده ثواني وانزل بالعسل. طب ليه ما طولش في دقيقه زي الباقي؟ علشان ما تمررش معانا. اهم حاجه تخلي بالكم من النقطه دي، عشان الحلبه ما تمررش، ما تطولوهاش على النار. تقليبه بس كده بسرعه وتنزلوا بالعسل على طول. بعد ما هنزل بالعسل، خطوتين بقى مهمين جدا هنعملهم علشان يفرق معانا في الطعم، وان الحلبة مع الوقت لو قعدت عندنا فترة طول الشتاء مثلا ما تسكرش وتعمل حبيبات سكر. هنعمل ايه؟ هنحط ذرة الملح الصغيرة ومعلقة عسل جلوكوز. طيب انا ما عنديش عسل جلوكوز، هعمل ايه؟ نص ليمونة صغيرة احطها. ما تزوديش ليمون علشان ما تديش طعم المزازة. خلي بالكم من الخطوات دي لانها مهمة جدا. تمام. انا كده حطيت ذره الملح الصغيره عشان هتظبط لي الطعم، ومعلقه عسل جلوكوز علشان الحلبه بتاعتي لو قعدت فتره طويله عندي، لان احنا بنحطها على الرخامه مش في التلاجة، فما تسكرش معايا. احط كده المكونات بتاعتي واحطها على النار واقلبها كويس وادوبها حلوه قوي، واسيبها تغلي غلوتين. برضو دي خطوه مهمه جدا. تغلي يعني ايه؟ ما تقعدش تغلي كتير، يا دوبك بس زي ما انتوا شايفينها كده تغلي، وتلاقوها يعني عملت شبه ان هي كانها زي ريمه كده على الوش او زي فوران. نطفي على طول، ما نطولش اكتر من كده علشان برضو حلبتنا ما تمررش، ما تبقاش مديه طعم المراره. خلي بالكم من النقطه دي. ونسيبها بقى لما تبرد خالص تماما، ونفضيها في البرطمانات بتاعتنا. برطمانات تكون مغسوله كويس ومنشفينها ومعقمينها حلوه قوي، ونبتدي نحطها في البرطمانات. هي هنا كانت لسه سخنه فما لحقتش تمسك نفسها، لان انا لو سبتها تمسك نفسها خالص هتبقى تقيله جدا، مش هعرف احطها في البرطمان. فانا بحطها في البرطمان وما غطوهوش، اسيبها بقى لما تبرد خالص. يعني هنا هي كانت دافيه شويه عشان برطمانات ازاز وبلاستيك، ما ايه، الازاز ما يتكسرش والبلاستيك ما يتفاعلش مع السخونيه. سبتها كانت دافيه وكانت دي النتيجه، جمدت وبقت حلوه وزي السكر. اتمنى ده يعجبكم، وجربوا الوصفه وقولوا رايكم فيها ايه.